ما بتدخل اليوتيوب يا معلم بتغرق في الأحلام بقى ما أقولكش. يلا بقى نضرب الفيديو اللي هيجيب مليون مشاهدة، وبعد كده نحقق شروط الربح، وخش عليا بقى بالفلوس بقى. وتبقى متخيل بقى، طب هو أنا هتغير بعد الشهرة؟ طب هو أنا لو عملت إعلانات آخد كام في الإعلان؟ بعد كده بتفوق على الواقع. الفيديو ده أنا هتكلم فيه من غير أي مونتاج، أو طلع أتكلم فيه معاكم عادي بمناسبة وصولي ل 40 مشترك. أيوه زي ما أنت سمعت 4 وجنبها صفر، 40 مشترك. وهحكي لكم قصة كفاحي في اليوتيوب. أول ما بتيجي تنزل فيديو على اليوتيوب تبقى متخيل حاجات غريبة كده. بعد شوية مفيش حاجة، مفيش حاجة. طب طب فيو، طب أي حاجة. طب أنا كنت عايز مليون فيو. الله. طب نمشيها 500,000. طب 400. طب 300. 50,000 يا سيدي، ومش مشكلة، مش لازم أحقق شروط الربح يعني من أول يوم. أنا هصبر عليك يا عم اليوتيوب. مفيش خالص. طب وبعدين 5,000 طيب. لا 17 مشاهدة، إيه ده؟ أنا لو نزلته على الواتساب في ستوري كان جاب لي أكتر من كده. اليوتيوب محتاج استمرار. أحلى حاجة بقى إن أنت أول ما بتيجي تعمل قناة يوتيوب كل الناس بتدعمك. تلاقي أهلك يقولوا لك إيه الهبل اللي أنت بتعمله ده، وأصحابك يقولوا لك ما كان غيرك أشطر، أنت فاكر نفسك هتنجح يعني؟ سيبك من كل دول، ادخل بقى على الفيديوهات التحفيزية اللي على اليوتيوب. تلاقي حد طالع يقول لك ايه، بص انت عشان تقعد سنتين ثلاثة تستمر على اليوتيوب، بعدها تبتدي تحس ان انت نجحت على اليوتيوب. اما الناس اللي ما بتستمرش سنتين ثلاثة وهي بتحقق مشاهدات 17 و20 مشاهدة، دول مش هم دول. اليوتيوب مش عايز دول، اليوتيوب عايز ناس تعجز وهي قاعدة كده وبتعمل فيديوهات. بعدين انت بتبقى كل فكرتك عن اليوتيوب، هجيب الكاميرا الموبايل، اشغل، امنتج، انزل، اتفرج على المشاهدات. ايه اللي دخلني بقى في الالجوريزم بيقول ايه، ومش عارف السيو، ولما تحط اصل كلمات مفتاحيه تتصدر بيها محركات البحث. انا مالي انا بالقصه دي كلها يا عم؟ انا عايز اصور فيديو ونضحك ونهزر مع بعض وانزله. ليه دخلتني في كل القصص دي؟ وبعدين في حاجه غريبه قوي في اليوتيوب دي بتضحكني بصراحه. تلاقي واحد عامل ايه، الخطة الذكية لزيادة المشاهدات على اليوتيوب، الحل السحري لتفجير قناتك، أهم 3 حاجات هيوصلوك لملايين المشاهدات. وتلاقي الفيديو اللي هو بيتكلم فيه عن الحاجة دي فعلا جايب مشاهدات، بس ادخل قناته بقى. سحرة يا معلم. طب ايه يا باشا، انت احتفظت بالسر اديته لنا واستخسرته في نفسك ولا ايه؟ ما هو مش طبيعي يعني. بص هو اليوتيوب بيقول لك ما تحذفش حاجة انت نزلتها، بس انا لو عامل فيديو على زيادة المشاهدات وجاب لي 98 مشاهدة في اسبوع هحذفه، بلاش كسفة بقى. يعني انا طالع اكلم الناس يلا نفجر القناة، يلا نجيب ملايين المشاهدات، ومفيش. بس يقول لك استمر. فلما فكرت فيها، على فكرة عملت قبل كده قناتين 3، كل قناة قعدت فيها اسبوعين 3 وحذفتهم. فكرت في حاجة، هو انا ليه ما بقاش قاعد مستمتع بس؟ انا بصور فيديوهات، المرة دي هيطلع الفيديو حلو، المرة الجاية وحش، هبتدي أعدل، هبتدي أتطور، هبتدي أعمل أي حاجة. وأهو بتسلى على ما يعدوا السنتين بتوع الناس دي اللي هي عمالة تديك في إحباطات. غير بقى إن أنا خايف بس أوصل لمرحلة، يلا يا جماعة اشترك معايا وهشترك عندك، نوصل للمرحلة دي. أكيد المرحلة دي محدش بيوصل لها بسهولة يعني. فالحمد لله، بس أنا كنت حابب أطلع معاكم بنحتفل مع بعض بال40 مشترك. يس، عملناها يا شباب. اليوتيوب ما طلعش صعب أهو. يلا سلام.